سعدتم صباحا أهل الحي. وسعد يومك يا أخ العرب. هذه مضارب بني سعد. مرحبا بك في ديارها. من تقصد؟ بنت أبي زؤيد، حليمة السعدية. هاك زوجها. يا أبا الشيماء، ضيف يسأل عن أهل بيتك. أهلا وسهلا بالضيف. سعيد المكي. مرحبا. أطلب حليمة السعدية. أنا زوجها الحارث بن عبد العزى. أرسلني محمد بن عبد الله بهدية لأمه التي أرضعت. مرحبا بمحمد وبمن جاء من عند محمد. تفضل تفضل. ظهرت في السماوات العلامة فتجرعوا كؤوس الندامة. سوف ينزل الكتاب بالكلم وتقتلون قتل عاد وإرم، والنبوة استعود. يا لضيعة اليهود. يا قرة عيني يا محمد. هيه، عشرات السنين وما نسيت أمك التي أرضعتك. بارك الله فيك يا محمد. ما سعدت أم برضيعها مثل ما سعدت به. يا قرة العين يا محمد، يا حبة القلب يا محمد. الشيماء. تعالي يا شيماء، انظري إلى هدية أخيك محمد. من الضيف يا أبي؟ سعيد المكي. مرحبا وأهلا. مرحبا بك يا أخت الصادق الأمين. تفضل. كيف حال أخي؟ والله يا شيماء، لولا شوقي لسماع صوتك يا شادية بني سعد ما حملت هذه الهدية ولا جرؤت على المجيء إليكم. لماذا؟ لقد أصبحت العداوة سافرة بين قريش ومحمد. ويح ابني، ماذا تريد منه قريش؟ هو الذي بدأهم يا حليمة. عاب دينهم وسب آلهتهم وسفه أحلامهم. إنه يقول ذلك سرا، بل أصبح اليوم يقوله علنا. إذن فقد أمره ربه. لقد قال لهم ذلك أيضا، وقال إن الله أرسله نبيا لهدايتهم وإنقاذهم من الجهل. ورب محمد إنه لصادق، لكنهم أضمروها له وأصبحوا يعادون كل من يناصره. ولسوف ينصره ربه. ويحك يا بنت الحارث، أنا خارج من هنا. أرجوكم أن تكتموا خبر مجيئي إليكم، فإن لي في مكة تجارة وأموالا أخشى أن أفقدها. ألهذا الحد تخاف من قريش؟ إنك يا شيماء لا تتصورين بطشهم وتعذيبهم لأنصار محمد. إذن فلنكتم الأمر عن بجاد. ومن هو بجاد؟ زوجي. إنه لا يحب محمد. يا بجاد! يا بجاد! ادفع الذل والهوان وجاهد العدو بلا أمان. قد ملأ الأرض الفساد وجاء الميعاد، فالزم العهد يا بجاد بإصرار وعناد. يا لضيعة اليهود. عبد الله، لا لا لا، دعه يا عبد الله. كفى يا عبد الله، كفى. هيا بنا، هيا هيا.
يا لضيعة يهود. أكاد أرى الشيطان في وجه هذا العراف. أنت تكرهه لأنه كاد يخنق محمدا وهو طفل، لولا أن أمك استغاثت وخلصته جموع الناس من بين يديه. لماذا أراد قتل محمد وهو يردد لا نجوت إن نجا؟ هذا غريب. والأغرب قوله إن هذا الطفل إذا عاش سوف يأتي بدين يفرق بين المرء وزوجه. أي دين يفرق بين الرجل وزوجته؟ أتعلم يا بيجاد أن جانبا من نبوءته قد تحقق؟ ألم نسمع اليوم في بني بكر أن محمدا يبشر بدين جديد؟ عبد الله، أنت وأختك الشيماء دائما تتخيلان في محمدكم هذا أشياء غريبة. شيماء، زوجك حضر. أين أنت؟ ها هنا. كم اشتقت إليك. إنك لم تفارقني إلا لحظات. إني يا شيم أشتاق إليك في كل لحظة 1000 مرة. بجد. عيب أن يشتاق الرجل زوجته. ليس عيبا، ولكن دع الشوق جانبا حتى تعد الزوجة الطعام لزوجها. لك هذا يا أشهى النساء. عماه، خالة حليمة، أبشرا، سمعنا في بني بكر أخبار محمدكم وقد ذاع صيته في العرب. يا ولدي، إنك دائما تلومونه كلما ذكرناه وتقول لا حديث لكم إلا عن محمد. لأنكم تذكرونه ليل نهار حتى مللت سيرته. وها أنت تبدأنا بذكره. أوليس محمد من خير قريش حسبا ونسبا؟ أوليس ابننا ورضيعنا؟ أولم يرضع في الغبراء أحد سواكم؟ لكنه ملأ ديارنا وديار بني سعد كلها خيرا وبركة منذ جاءنا. سمعنا هذا الحديث 1000 مرة. يكفي أنه لم يزل يذكرنا ويصلون بهداياه حتى اليوم. انظر. هذه الهدايا ستكون وبالا عليكم لو علمت بها قريش. وبالا علينا؟ وما شأننا وقريش يا ولدي؟ لأنه خرج على دينهم، وهم الآن يعادون كل من له صلة به. لو كان في قريش خيرا لاتبعته. ولم لا تقولين لو علمت فيه خيرا لما كذبته؟ لا لا يا بجاد، إن قريشا لتعلم أنه أبر وأصدق الناس. أولم يلقبوه بالصادق الأمين؟ ليتك كنت معي في مكة عندما كادت تكون حربا طاحنة بين القبائل، إذ اختلفوا عند إعادة بناء الكعبة أيهم يحمل الحجر الأسود، فلم يرضوا بغيره حكما ووضعه هو بيديه في مكانه من الركن. كان ذلك قبل أن يزعم أنه نبي. لو رأيته الآن يا بجاد. لا يا خالة، لا أريد أن أراه. إذن فأنت والله الخاسر. يا أهل الدار، يا أهل الدار، هذا عمي أبو ثروان. مرحبا يا عماه. إن معي قوما من بني سعد وهوازن. أهلا بالعشيرة، تفضلوا. تفضلوا. أخي أبو ثروان، أهلا أهلا ومرحبا. تفضلوا. لم نلق بجادا في السوق لنعطيه أموالنا، فجئنا نلقاه في داره. بل في داركم يا أبا ثروان. تلك واحدة، أما الأخرى جاءوا ليستمتعوا بصوت شاديتهم يا أبا الشيماء. أنا لا أملك إلا أن أناديها لترحبكم. يا شيماء، أما الغناء فهذا شأنها. ها هي ذي أمامكم فاسألوها.
مرحبا يا عماه. تعالي بجواري يا شيماء. أنا لم أسمعك منذ عهد بعيد، وهؤلاء ضيوفي، فهلا أشجيتنا بصوتك؟ منعني زوجي من الغناء. منعك من الغناء؟ كيف؟ ما هذا يا بجاد؟ وحقك يا عماه ما منعتها، ولكن كرهت منها أن تغني دائما في رضيع أمها، ذلك الصابئ من قريش. فلتغني في غيره. غنينا يا شيماء في غير محمد. ويلكم، أجارية تباع وتشترى تغنيكم ما تشتهون، أم حرة أغني ما أشاء وقت ما أشاء؟ بل حرة بنت حرة، غني ما تشائين يا شادية بني سعد. شادية بني سعد وبني بكر وهوازن. بل شادية العرب. بل قولوا شادية محمد. لا بأس، ولتغني في محمد. ما هذه الأهوال التي أرى؟ كفروا بآلهة قريش فنعذبهم حتى يعودوا إلى دين آبائهم. وهل عادوا؟ أبدا. ومن أحد؟ إله محمد. إله محمد. أحد؟ ما كان لصاحبي أن يتدخل في هذا الأمر. هيا بنا يا عبد الله. إله محمد. عبد الله، انظر يا عبد الله، سيد شباب قريش جاء بنفسه ليرحب بنا. منذ متى أصبح عكرمة سيدا لشباب قريش؟ وصار أبوه أبو الحكم عمرو بن هشام رأس المدبرين للقضاء على محمدكم. مرحبا بسادة بني سعد. مرحبا بسيد شباب قريش وابن سيد العرب. كيف حال قريش؟ بخير، إلا من ذلك الذي أرضعتموه يا عبد الله. وهل الذي أرضعناه يا عكرمة يعذب أحدا ليدخل في دينه مثل ما تفعلون؟ ماذا تقصد؟ أقصد أولئك الذين تعذبون. أنصر. إنك لم تشاهد إلا قليلا. كنت أحسبكم قضيتم على هذا الدين. اطمئن، سنفعل. فبحق آلهتنا العوالي لن يمضي شهرنا هذا حتى يموت محمد وأتباعه جوعا في شعب أبي طالب. أتقول في شعب أبي طالب؟ أجل، أو يرجعوا إلى دين آبائهم. ألم يبلغكم نبأ الصحيفة التي تعاهدنا عليها وعلقناها داخل الكعبة؟ وما هذه الصحيفة؟ سيعلنها أبو لهب على الملأ في سوق حباشة. يا أهل سوق حباشة، عبد العزة ابن عبد المطلب سيد الأشراف جاء يخطبكم فأنصتوا إليه. يا أهل سوق حباشة، عبد العزة ابن عبد المطلب سيد الأشراف جاء يخطبكم فأنصتوا إليه.
لقد تعاهدت قريش بأسرها على مقاطعة محمد وأصحابه. لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، لا نشتري منهم ولا نبيع لهم، وقد علمتم وفاء ذمتي، فمن يخسر منكم درهما فأنا كفيل برده. وهم الآن محاصرون في شعب أبي طالب، فقاطعوهم حتى يهلكوا جوعا. أليس هذا أبا لهب؟ أجل. عم محمد يحاربه؟ أهلا بخيرة بني سعد. أهلا بك يا سيد قريش. هل أخبرته يا عكرمة؟ ليس بعد. لقد اشترى أبو لهب قافلتك ويزيدك على ثمنها النصف. لعلك توافق يا بجاد. أوافق يا أبا لهب. حسن، سلم أحمال القافلة لرجالي أنقذك ثمنها. يشتري القوافل ليضمن ألا يتسرب زاد لمحمد وصحبه. هذا بيت القصيد. أرأيت يا بجاد إن سيد شباب قريش لم يقابلنا بنفسه ليرحب بنا. أما وقد انتهينا من التجارة، فهيا بنا إلى اللهو. هيا. بجد؟ بجد؟ لست كعادتك. ما الذي يشغلك؟ الشيماء. ما زلت تحبها؟ بل أعبدها كاللات والعزى. وهي؟ هذا ما يمزق نفسي. في أول حبنا كانت تغني لي وحدي، ثم بدأت تغني تارة له وتارة لي، واليوم أصبحت لا تغني إلا له. تقصد أخاها؟ ويسمع الناس غناءها له؟ جميعهم إلا أنا، فأنا لا أطيق سماعها تغني له. إنها بذلك تؤلب قومها وتحرضهم على اتباعه. لا يهمك القوم، فكلهم طوع يمين يأتمرون بأمره، لكنها هي. ما رأيك في أن أنسيها ذكرى أخيها؟ كيف؟ أتوافقني على رأيي؟ افعل ما بدا لك، فقط اجعلها تنساه ولا تذكره أبدا. لسوف ترى بنفسك. أكرمة، حذاري أن تمسها بسوء. عدت بالخير يا بجاد. والخير لك، بعنا واشترينا وربحنا. رغم ذلك فقد فاتك الكثير
وما الذي فاتني يا حاتم؟ الشيماء. ويحك، ما أصابها؟ أصابها هي؟ لا، بل أصابنا نحن. تكلم. طافت بالقبائل وجمعت 5 نوق محملة بالزاد والطعام لرجلين من مكة بغنائها. ومن هما؟ غلام اسمه ميسرة ورجل اسمه زيد. ميسرة وزيد؟ أكانت تغني في محمد؟ أجل، وما زالت. قد جاء وليدا يتهدد والضرب عبينا وترشد. قد جاء وليدا يتهدد والضرب عبينا وترشد. كفى كفى! ما خطبك يا بجاد؟ خطبك هؤلاء أقل وأعظم. لأني أغنيهم في محمد الذي تحقد عليه؟ بل لعقد بيننا وبين قريش، منفذنا للتجارة والمال. ما لنا وقريش في سامرنا؟ أنتم هنا لا تعلمون ما يفعل بمحمد وأصحابه في مكة، فعودوا لعهدكم مع قريش. بل نعود لعهد مع الله يا بجاد. هل كنت تقولين بأسواق الحي مع غريبين؟ أجل، كنت أجمع الطعام لأخي وصحبه وهم جياع في الجبال. ولا يهمك أن تشعلي نار الحرب والفتنة بين قريش وقومك؟ عجبا، ألهذا تقوم الحرب؟ ولأقل من هذا. غريب أمرك يا بجاد. هل تعطيك قريش أجرا على عداوتك لمحمد؟ كلا، ولكن أخشى عاقبة ما تفعلين. لا تخشى شيئا. ما لنا والمشكلات يا شيماء؟ أما لعنادك من آخر؟ عنادي أنا أم عنادك أنت؟ أرجو الله يا بجاد أن يهديك الرشاد. إلي يا بني سعد. بجاد، ما رأيك يا عبد الله؟ شيماء، لقد اختلفت قريش مع بعضها في أمر صحيفة مقاطعة محمد، واتضح أن الأرض أكلتها فنقضوها، وعاد محمد وأصحابه إلى مكة. والعجب أنه لم يبق من الصحيفة إلا كلمة باسمك اللهم. يا حارث يا ابن عبد العزى! يا حارث يا ابن عبد العزى! لا تؤاخذوني إن أبطأت عليكم، فأنا لست بخير. أنت حليمة؟ أجل يا ولدي. أين زوجك؟ في السامر مع أهل الحي. وبجد؟ معهم. والشيماء؟ وما لك بها؟ دعيها تخرج إليك. إلى أين يا ولد؟ هذا ليس من شأنك. شلت يدك. إذا تحرك أحد من رجالك سأغمد السيف في رقبتك. إياكم أن تتحركوا. ارمي سيفك. شيماء، أبعدي ذا سيف. ومن تكون أيها النزل؟ احذري إنه ابن سيد قريش. هذا عكرمة بن عمرو بن هشام. إذن فأنت الجهول ابن أبي جهل. تقول كما يقول أصحاب محمد. يا عبد الله، يا حارث، يا عبد الله، يا عبد الله. بجد بجد عبد الله. أماه، أماه، أنجدوا الشيماء، أتركوها بالدار. شيماء، سيفك يكاد ينفذ في عنقي. شيماء، شيماء، ما هذا الذي تفعلين؟ لا بد وأن تؤدبها يا بجاد. لا يتكلم عن الأدب من عدمه يا ابن أبي جهل. شيماء، بجاد، اترك رجالي يذيقونها ما تستحق من عذاب. ماذا تقول يا عكرمة؟
ألم نتفق على ذلك يا رجل؟ أن تعذبها؟ أجل، بل حذرتك أن تمسها بسوء. هل تريد أن يسمع العرب أن قريشا تعذب النساء من أجل محمد؟ أنت بذلك تؤلب القبائل وتثيرها ضد قريش. كفى! هيا يا رجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماتت حليب. أمي 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 شيماء، لماذا الخصام يا شيماء؟ ماذا جنيت؟ ألم تكن السبب في موت أمي أنا؟ ثم في موت أبي حزنا عليها؟ لا ذنب لي في ذلك. هل ختم الله على قلبك فأصبحت لا ترى؟ بل ختم على قلبك أنت، فنسيت ما كان بيننا، نسيت حبي. كلا يا بجاد، أنا لم أنس حبك ولن أنساه، ويعلم الله كم أشقى بهذا الحب. أنت السبب في هذا الشقاء. أنا؟ نعم نعم، حبك لمحمد زوجي الحبيب. افتح قلبك للإيمان وتعلم كيف تحبه. أنا لا أفتح قلبي لسواك يا شيماء، لا أعرف سوى حبك، أريدك لي وحدي، هل تفهمين؟ ليتك تفهم أنت، إن حبنا سيزداد بحبه. إن عقلي يكاد يذهب، فما عرفت امرأة تفضل على حب زوجها حبا آخر. بجاد، هل تغار من النور إذا رأته عيناي؟ من الكلمة الطيبة تجري بين شفتي؟ إن محمد هو الكلمة الطيبة والنور الذي يملأ دنياي. شيماء، أنت النور الذي يملأ حياتي، وأنا لا أعرف سوى حبك. أنت الأخت والأم والأهل. الأهل أين هم؟ لقد رحلوا يا بجاد. لا عليك يا شيماء، فأنا أهلك، وأنت الزوجة التي أعيش بها ولها. أتفهمين؟ أنا حبيبك، أنا زوجك. لم تعد زوجي يا بجاد. ماذا تقولين؟ طالما أنت على شركك فأنا محرمة عليك. رغم حبي لك؟ ورغم حبي لك. كيف؟ كيف؟ حتى يهديك الله ويشرح صدرك للإسلام. صدقت يا عراف يهود، صدقت. محمد لقد فرق بيني وبين زوجتي، فرق بيني وبين زوجتي. أفيقوا سادة قريش، إن دعوة محمد كالنار في الحطب، ولا حياة لكم مع هذه الدعوة. أتريدون أن يسوى بينكم وبين العبيد؟ إن كلامه معسول
دونه سم الأفاعي والحيات. لقد أصبح الخطب فادحا رهيبا، فاحزموا أمركم قبل أن يخرج من أيديكم فتضيعوا. نحبسه في الحديد ونغلق عليه بابا فيصيبه ما أصاب الشعراء من قبل وينتهي أمره. لا، ما هذا برأي. إن أمره لا ينتشر من وراء كل الأبواب. ننفيه ونخرجه من بلادنا، فإذا غاب عنا فولاتي لا نبالي أين ذهب. وكيف تضمنون إذا نزل بحي من أحياء العرب أنه لن يغلبهم بحسن منطقه وطلاوة حديثه فيجمع الناس حوله ثم يسير بهم إليكم فيأخذوا أمركم من بين أيديكم؟ نقتله. ومن ذا يقتله؟ أنا. وآل محمد هل يتركونك تمشي على الأرض بعد أن تقتله؟ لا يهمني ذلك. سوف ينتقمون له وتكون فتنة بين القبائل. إن لي فيه رأيا ما أظنكم وقعتم عليه من قبل. تكلم أبا الحكم. لنأخذ من كل قبيلة شابا جليدا حسيبا في قومه نسيبا، ونعطي لكل منهم سيفا بطارا صارما، ثم ينسلون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد، ويتفرق دمه في سائر القبائل. ولا يقدر بنو عبد مناف على حربنا جميعا ونرتاح منه. القول ما قال أبو الحكم، فهل اتفقتم؟ نعم. 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 وهذه جفنة الدم، فلنغمس أيدينا فيها ولنقسم بآلهتنا العوالي عهدا علينا وميثاقا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. علي بن أبي طالب. ما أتى بك في فراش محمد؟ ابحثوا عنه.
التبكير يا عبد الله؟ لألحق بجاد إلى أين؟ نقتفي أثر محمد. لماذا؟ إن زوجك يا شيماء يريد الحصول على 100 جمل جعلتها قريش مكافأة لمن يأتي بمحمد وصاحبه أبي بكر حيا أو ميتا. كيف تجرؤ؟ لا تخافي يا شيماء، إنما أسيره كي يفوت عليه الفرصة. وإذا لقيتما محمدا وصاحبه؟ أكون معهما على زوجك. وإن اقتتلت؟ أقتله. تقتل من؟ تخيلي يا شيماء، أقتل من؟ فداك أبي وأمي يا محمد. ولكن ويحك بنت أم، ما زال قلبك يرق حبا لبجاد. وهل لي زوج سواه؟ وموقفه من محمد؟ أرجو الله أن يهديه. لا أظن يا أختاه. لا يأس من رحمة الله. ليت ذلك يكون يا شيماء. يا سراقة، رأيتهم يا سراقة. أين يا مربع؟ أين؟ رأيت ثلاثتهم ودليلهم عبد الله بن ريق خلف هذا الجبل. إذا فقد كسبتها، كسبت 100 ناقة. أبشر يا مربع، لسوف أعطيك منها 10. 10 جمال؟ ليه؟ وحدي؟ أجل، انطلق يا أخبر. أسرع يا أخبر، قد أصبحوا على مرمى البصر. جهز النوق يا قريش، سراقة سوف يأتيكم بمحمد. ماذا دهاك يا أخبر؟ الويل لك، لست حصاني أبدا. تسقط سراقة فارس الفرسان، هذا شيء لم يحدث. ما أتى بك يا سراقة؟ ظننت بإمكانك أن ترد رسول الله؟ لا، أقسم أن لا أفعل. بل لن تستطيع. يا ابن أريق، تشفع لي عند محمد وسأرد الناس عنه حتى يبلغ مأمنه. عفى عنك رسول الله. انهض يا سراقة واحفظ العهد. أنا على العهد، أنا على العهد يا محمد، أنا على العهد يا رسول الله. سراقة؟ اسمع يا رجل، ألم يمر بك ركب من 3؟ أتقصدون ركب محمد؟ نعم. وما مكافأتي؟ 50 ناقة. 50؟ بل 100. ما أنا أدلكم. اسألوا هذا الفارس، إنهما يسألان عنك يا سراقة. ماذا تريدان؟ أريد ركب محمد. هل تريد 100 ناقة مكافأة قريش؟ أنا لا أريد ناقة ولا جملا، 100 لك على أن تدلني. شربة ماء ثم أمضي معكما.
هل لقيتهم؟ لقيت من يا أبلة؟ لقد كدت أموت أنا والأخبر. أي طريق نسلك؟ من أي طريق جئتما؟ من الجنوب. وأنا عائد من الشمال، فلنسلك هذا الطريق. هيا. يا لسراق، إنه يضللهما. لقد ضاعت الجبال ومصيبتها. ما خطبك يا سراقة؟ لقد تعبت الخيل، فهل لا أرحناها؟ لا راحة قبل أن ألقاه، سألحق به وحدي. صاحبك عنيد. وأنت مخادع. ماذا تعني؟ كنت تعلم أن محمدا سلك طريقا آخر، فدرت بنا الصحراء وتعمدت تضليلنا. أنا على العهد. عهد من؟ عهد محمد. هل قبلته؟ أجل. لكم أحب أن ألقاه. اذهب إلى يثرب، سيصلها بعد قليل. أين يا رجل؟ اتركوني أقتله، لا نجوت إن نجا. تقتل أبا حباب؟ أبا حباب؟ أيها المجنون، تريد قتل عبد الله بن أبي بن سلول سيد الأوس والخزرج؟ اتركوه. لماذا تريد قتلي يا رجل وأنت لا تعرفني؟ معذرة، لست من أقصد. من تقصد إذن؟ هيا معنا إلى موكبنا لنستقبل النبي. من كنت تقصد؟ محمد. إياك أن تذكره بسوء وإلا فتكوا بك. الزم الصمت الآن وسيكون لي معك كلام كثير. بقات يا بقات. هذا صهري عبد الله بن الحارث، أخو محمد في الرضاعة. بقات. مرحبا، عبد الله بن أبي سيد الأوس والخزرج. أهلا بسيد يثرب. يقولون إن محمدا قد نزل منذ أيام بقباء عند بني عمرو بن عوف. هذا صحيح، والمدينة عن بكرة أبيها تخرج كل يوم لاستقباله، ولم تبقى دار في يثرب إلا ودخلها الإسلام. يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا سعدكم الذي تنتظرون. إنها البشرى، وصل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكأني بالشيماء. سوف ألقاكم في المسجد حتى نصلي مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ادخل يا رجال. ما أتى بكم هكذا في وضح النهار؟ تريدون أن يقال بين المسلمين إنني ألقى في داري يهودا ممن تآمروا على محمد؟ هدئ من روعك يا ملك الأوس والخزرج. كان يجب أن تحضروا ليلا. جئناك سرا. ألم يركم أحد؟ لم يرنا أحد، اطمئن. ادخل يا رجال. بجاد بني سعد. الذي كاد يقتلك. معتقدا أنني محمد. مرحبا بك في المدينة. كنا نحب أن نرحب بك قبل أن يأتيها ذلك الرجل وقبل أن ينقلب حالها ويصبح المهاجرون وكأنهم يملكونها. كان مقدمهم مقدم شؤم. ضاقت الأرزاق، ساءت الأحوال. وبعد أن كنت يا أبا حباب سيد المدينة وكان التاج معدا ليتوج به جبينك، تصبح أنت والعبيد سواء بسواء. كفى كفى. أنتم معشر يهود المسؤولون عن ذلك. نحن؟ أجل أنتم. ظللتم ترددون بين الناس سوف يبعث نبي قد أضلنا زمانه، وأنكم تجدون ذلك في كتابكم وسوف تتبعونه، حتى إذا ظهر جحدتموه وأسرع قومي جميعا إليه. أصبحت أنا مكرها لاتباعه. وإذا كان لدينا ما يريحكم منه كيف؟ نطوف القبائل ونوحد كلمة الأحزاب فتقف كلها ضده. فلنبدأ فورا. أقبل عبد الله، أقبل واسمع البشرى. طفنا بالقبائل: قيس عيلان، سليم، أشجع، أسد، فزارة، بني مرة، بكر، سعد، وهاك سادة يهود بني النضير وقينقاع، وهؤلاء يهود خيبر. تحالفت أحزاب العرب جميعا مع قريش على قلب رجل واحد ضد محمد. نعم، ضد محمد. يا أبا حباب، حسبتك مسلما. مرغم يا عبد الله، وإلا فكيف أعيش في المدينة وقد أصبحت كلها مع محمد؟ وآلهتنا العوالي، إني أكاد أشهد رأي العين نهاية هذا الدين الجديد ونهاية محمد. على رسلكم أيها القوم. ألستم معشر يهود أصحاب الكتاب الأول والعلم؟ أجل. خبروني إذن، أدين قريش والقبائل أفضل عندكم أم دين محمد؟ ديننا، نحن عمار البيت، نسقي الحجيج وننحر لهم الذبائح ونعبد الأصنام ليقربونا إلى الله. ما وجهت سؤالي إليك يا عكرمة. وأنت يا أبا حباب، سمعت أنك على دين محمد، ألا تخبرهم عنه حتى يحكم أحبار يهود؟ اتركيه وشأنه، فإن دين محمد قد أذله بعد عز وهان في أهله بعد أن كان سيد قومه. كانوا سيتوجونه ملكا عليهم. لأنه منافق. شيماء. ولأن دين محمد لا يفرق بين السادة والعبيد، الكل عند الله سواء،
لا يميزهم إلا العمل الصالح. أتريدين أن يتساوى السيد والعبد، الحرة والأمة؟ تكلموا أنتم معشر يهود. إن محمدًا ومن تبعه لا يعبدون أصنامًا ولا آلهة متفرقة، وإنما يعبدون الله الواحد الأحد. فأي الفريقين أهدى؟ من يعبد صنمًا من حجر أم من يعبد الله؟ اللهم إن قريشا أولى بالحق من محمد وأصحابه. أهكذا تقول توراتكم؟ كتابكم المقدس الذي تحفظون؟ أم تلك تعاليم الإله الواحد الذي تعبدون؟ إن دين الآباء والأجداد أحق أن يتبع من أي دين جديد. أنتم والله قوم بهتم مضللون، تحرفون الكلمة عن مواضعه، وتلبسون الحق بالباطل، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذا القول لكأنها من قوم محمد. أتنكرون أنه رسول الله؟ أتنكرون أنه نبي آخر الزمان الذي تجدونه عندكم في التوراة؟ تبا لكم أيها المخادعون. معذرة معشر يهود، فأنتم تعلمون أنها أخت محمد في الرضاعة. وأنت يا عبد الله، ما الذي حملك على عداوة محمد وهو أخوك أيضا؟ وما الذي حمل أبا لهب على عداوته وهو عمه؟ هيا يا رجال إلى ما أعددت لكم من ثمر. هيا. النساء هن النساء، كلهن في ليون الأفاعي وضراوة الأسود. صدقت، فإن المرأة إذا أحست بحب الرجل لها زادت سيطرتها عليه. والرجل الخبير هو من حزم أمر بيته بشدة. إذن فلا بد للنساء من شدة الرجال. ويلك، أنت سكران. أسعدي زوجا طال شوقه إلي. اترك هؤلاء المتآمرين أولا وأعلن إسلامك. كلا، لن أترك ديني. عد إذن إلى فراشك. هذا حقي علي، أنالك أن شيء. دون ذلك الموت. أنت تضيعين حق الزوج، وأنت تضيع نفسك بعنادك. أنت زوجتي وستظلين هكذا أبد الدهر. إذا عدلت عن كفرك أسلم لمحمد بل تسلم لله. شيماء، قد حسمت أمرنا لتبقي على إسلامك وحبك لمحمد. أتقول هذا من قلبك؟ أجل، واتركي لي عداوته حرب. بجد لقد احتفظت بحبك حتى الآن. لعل الله يهديك للإسلام، فإذا تأكدت أنك لن تهتدي سأمزق قلبي بيدي ويكون فراقا للأبد.
جاهزونا يا بجاد. الله فيك يا أختان. هيا نرجع يا عبد الله. لا يا شيماء، بل راحل. إلى أين؟ مع بجاد أراقب ما يفعلون. كل شيء أصبح الآن معدا للحرب، وسوف ندهم يثرب. من هذا القادم؟ يا أبا سفيان! هذا نعيم بن مسعود، حليفنا اليثربي. يا أبا سفيان! لابد وأنه جاء إلينا بالأخبار. حسبكم سدى. لقد حفر المسلمون خندقا مهولا بين الجبل الشرقي والجبل الغربي يمنع الدخول إلى المدينة. نقفز من فوقه الرجال. إذا اقترب منه أحد يمطرونه بالسهام تعبره الفرسان. هذا خندق لا تعبره فرسان ولا شياطين. يا أبناء الأبالسة، ما عهدنا مثل هذه الخدعة في حروب العرب. أين ما وعدتم من نصرة يهود بني قريظة؟ لا بد من دخول جيوش المدينة. هيا بنا يا حيي نقابل كعب بن أسد. مهلا يا شاس مهلا. إن كعبا على عهد مع محمد، وأخشى ألا نصل معه إلى اتفاق. لا، إنه ابن عمنا ولن يخذلنا. وقد اتفق معنا على أن يسمح لجيوشنا بالدخول من أعالي المدينة بلا قتال، بل وسيحارب معنا. دورا حول المدينة وقابلاني عند حصنه عندما يحل الظلام. ألا تأتي معنا؟ المسلمون على ثقة من أمري، أعبر صفوفهم في أمان كما تعلمون. هيا يا حيي حتى لا يضيع الوقت. يا أبا سفيان، هناك أمر أريد أن أصارحك به. ما هو؟ إذا طلب كعب بن أسد بعض أشرافكم ليبقوا رهينة عنده في حصنه. ماذا تقول؟ يأخذ من أشرافنا رهنا لديه؟ هذا عار دونه الموت. الحقيقة أنني لا أجد في ذلك عارا، ولكن ما أخشاه وأن يسلم الرهائن إلى محمد تقربا ومودة. ما هذا الهراء؟ رهائن؟ أنا أسلم كعب بن أسد رهائن من رجالنا؟ هذا لن يكون. إنها مجرد أقاويل، وعند عودتنا سنأتيكم بالخبر اليقين. يا نعيم، شربة ماء قبل رحيلك. سمعت أن المسلمين في رعب شديد، زاغت أبصارهم وبلغت قلوبهم الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا. فلماذا كنت تخذل الأحزاب إذن عن الحرب؟ كنت أقرر ما أعلم. لا، إن وراءك هدفا آخر. لا هدف، إنها الحقيقة. وهل من الحقيقة أن كعب بن أسد سيد يهود بني قريظة لن يتفق مع بني أهله من اليهود؟ يحتمل. ويحفظ عهده مع رسول الله؟ تقول رسول الله؟ نعم، فأنا أخوه في الرضاعة وأحق الناس بتصديقه.
فأنت عبد الله بن حليمة السعدية. وأنت من يخدر المشركين عن حرب المسلمين. إن الحرب خدعة. يا نعيم، معك إلى المدينة لأبقى مع رسول الله. من الطارق؟ افتح لهما، افتح. يا ابن عم، لقد جئتك بعز الدار. لا عز ولا ذل، عد من حيث أتيت وجئني ب70 من أشراف قريش والأحزاب يبقون رهينة عندي حتى أفتح الطريق لكم لدخول المدينة وأحارب معكم. وبماذا تفيدك الرهائن؟ ضمانا حتى لا تتركوا الحرب. لك أن تضمن هذا فأنا واثق. وأنا لا أثق بك. أنت نفسك ستبقى معي في هذا الحصن، يدي بيدك ورجلي برجلك حتى ننتصر على محمد. لم يكن هذا عهدنا معك يا كعب. ولا عهدي مع محمد. وما دخل محمد؟ أخشى أن أنقض عهده فينالني وقومي ما نالكم. وتفضل عهدك مع محمد على عهدك معنا؟ ولم لا؟ لقد قال في عهده معنا: لكم دينكم ولي دين، ومحمد لا يخون عهدا أبدا. أنت تفكر في نفسك وحدك وتنسى باقي أهلك من اليهود. لا تداوراني في الحديث. أنا على استعداد للحرب معكم بشرط إحضار الرهائن. هيا ارحلوا، ارحلوا وعودوا بالرهائن. وإلى اليهود هناك أمر غريب يحدث. يا قوم، لقد آذيتم محمدا ومن تبعه، حاربتموه وحشدتم الأحزاب فلم تفلحوا في حربه، وعدتم من المدينة محصورين مدحورين. والآن بعد اسمع يا سهيل بن عمرو. يعني اسمع أنتما، لقد أمضيت الصلح مع محمد في الحديبية على 10 سنين هدنة يأمن فيها الناس بعد أن أكلتنا الحرب، فلا خيانة اليوم ولا غدر ولا خداع. إن شروط صلحك مع محمد جرت البلاء على قريش وحلفائها. لقد انتهز الفرصة وتحالف مع قبائل كثيرة، وها هي خزاعة أصبحت معه. يا أبا سفيان، ما الذي أصاب قريشا فهان على سادتها أمرها وأصبحت كلمة محمد هي العليا؟ إنما نحفظ عهد الحديبية. لا أرى إلا أنكم تخاذلتم عن حرب محمد. أبا حنظلة، لا تترك لهؤلاء المستهترين العنان، إنهم يدبرون لقريش النكبة. احذروا نقض عهد محمد. افتح أذنيك يا نوفل. فهم الكلام جيدا يا بطل بني بكر. من هم ألد أعدائكم؟ خزاعة. من الذي قتل بني الأسود؟ خزاعة. من قتل كلثوم؟ خزاعة. وسلمى وذؤيب؟ خزاعة. هل تتركون ثأركم من خزاعة؟ لا، نحن نعيش لثأرنا، ونحن نمدكم بالسلاح والرجال ونقاتل معكم. إن خزاعة حلفاء محمد وجواسيسه على قريش. يا بجاد، لا تنسى أن خزاعة دخلت ضمن صلح الحديبية، وبيننا وبينها هدنة، وأخشى نقض العهد مع محمد، أن تعود الحرب مرة أخرى. وهذا هو المراد، أن نشعل دائما نار الحرب بين العرب جميعا وبين محمد.
ومصيبتاه، هلكت قريش، بل هلك أهل مكة. ما رأيت نيرانا أشد من هذه من قبل. هذه نيران خزاعة؟ نعم، جاءت تثأر لقتل أبنائها في الحرم. أما حذرتكم؟ لا، خزاعة أضعف من أن تكون هذه نيرانها. يا أبا سفيان، يا أبا سفيان. هذا العباس بن عبد المطلب. العباس عم محمد؟ هو بعيد. يا أبا سفيان، فداك أبي وأمي يا أبا الفضل. ما هذه النيران؟ ويحك أبا سفيان، هذا محمد قد جاء بما لا قبل لكم به، بجيش جرار من المسلمين. ولم؟ خنتم عهده وقتلتم مسلمي خزاعة في الحرم بعد صلح الحديبية. والله لئن دهمها رسول الله. رسول الله؟ بالأمس القريب كنت معنا، والآن تقول رسول الله؟ ويحك أبا سفيان، هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. وهو الذي أرسلك؟ بل جئت خوفا عليكم راجيا الله أن يهديكم. إننا نستجير بك أبا الفضل. هيا معي إلى رسول الله تسالمونه وتسلمون بين يديه، ثم نستأمنه لكم ولأهل مكة. شيماء، شيماء. عبد الله. أختاه. طالت غيبتك. طابت لي الإقامة مع رسول الله، وإنني راجع إليه من فوري. إذن آتيك بزادك وما تحتاج إليه في سفرك. بل اسمعيني أولا. خرجنا معه صلى الله عليه وسلم في جيش قوامه 10,000 فارس، وعلى قمم الجبال أمرنا أن يشعل كل منا نارا، فصارت 10,000 نار أضاءت في جوف الليل مر الزهران، فتأكدنا أنه الفتح الأعظم. مكة. نعم يا شيماء، مكة أم القرى. ويعود محمد إلى البلد التي كذبته وآذته فاتحا منتصرا. تخيلي يا أختاه، إنه لا يريد أن يدخلها محاربا، لا يريد أن يعادي قريش رغم خيانتهم لعهده، ويقول إن طلبت منه قريش أي مطلب فيه صلة للرحم لن يرده. فداك نفسي وروحي يا رسول الله.
أنا عائد يا شيماء حتى لا يفوتني جلال هذا الفتح المبين. مقاتل لا قبل لكم بهم ولن تطيقوا حربهم. إن رسول الله قد بعثني برسالة لقد صبأ الرجل. إليكم. إن النبي لا يريد حربا في البلد الحرام. من دخل داري فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. أسلموا تسلموا يا هند يا بنت عتبة، تسلموا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله. أسمعت زوجك يا هند؟ لقد اختل عقله. يا قوم اقتلوا هذا الشيخ الأحمق. اسكتي يا امرأة، والله لئن لم تصمتي لأضربن عنقك. عكرمة، أتسلمون مدينتكم هكذا دون قتال؟ قد سمعت كبير قريش وقد أسلم، فما الذي نستطيعه يا بجاد؟ نجمع الرجال ونهاجم جناحا من الجيش ونشعل نار الحرب من جديد. هيا يا رجال. بعض فرسان قريش قادمون للقتال. أمرنا النبي أن ندخل الكعبة دون قتال، لكن لن نكون البادئين، إنما نقاتل من يقاتلنا. هيا هيا للقائه.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله صدق وعده نصر عبده وحده وعز جنده هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدق وعده نصر عبده وحده وعز جنده هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدي مالك، سيدي مالك. ماذا دهاك يا خزام؟ انظر. إنه جواد جامح وصاحبه يتدلى فوقه. أحضروه. لست أدري إن كان جريحا أم قتيلا. لم يزل حيا. جرحه خطير. إنه بجاد بني سعد، لنحمله إلى دياره. سيدي، إنه لن يحتمل الطريق، سينزف دمه قبل أن يصل. وماذا نفعل به هنا؟ نكوي علقه. وهل يحتمل؟ إنه في غيبوبة لن يشعر بالألم. شيماء، أين زوجك؟ ويحك، أرى الشر في عينيك. الخط. أين بجاد؟ أفصح. قتل المسلمين العزل من السلاح وأحرقهم بالنار، فأهدر النبي دمه. يا ويلتي. وقال إن قدرتم على بجاد فلا يفلتن منكم، وقسما بربي إنني لقادر عليه. ويا فجيعته، أتكون أنت قاتله يا عبد الله؟ أنا أول من يطيع رسول الله. لا تحملني مصيبتين،
أترضى أن يقتل زوجي بيد أخي؟ بجاد، انهض يا بجاد. لا لا، إنه جريح محموم. أتقتل طريح الفراش؟ لن يفلت مني. أختاه، إياك أن تتخذيه زوجا بعد اليوم. لقد حرمت نفسي عليه من سنين. أما الآن فقد حرمك الله عليه من فوق 7 سماوات، وأنزل قرآنا في تحريم المؤمنات على المشركين. وصل دريد بن الصمة. مرحبا يا دريد. ما خطبك يا ابن عوف؟ لأنك سيد هوازن وأنا رجل جاوزت 60 بعد 100، تجعلهم يسوقونني إليك هكذا؟ لا تغضب أبا قرة، إنما نرجو رأيك لمعرفتك بالحرب. فمن غيرك يا دريد المشورة؟ هاتوا ما عندكم. إن محمدا وقد غزا بالأمس مكة، لا بد قادم لغزو هوازن وثقيف. بجاد بني سعد أسمع؟ نعم. والرأي أن تغزوه قبل أن يغزوكم. أجل. عليكم أن تبطئوا السير في اتجاه حنين، فيعلم عيون محمد بمسيرتكم، ولن ينتظر حتى تدهموه في مكة، بل سيخرج لملاقاتكم. عند ذلك تركبون عوالي الجبال وتحيطون بوادي أوطاس، حتى إذا مروا به تأخذونهم على غرة، ويكون اللقاء على غير ما يشتهون. تدبير شيطاني يا داهية الحرب. ألم أقل لكم إن دريد بن الصمة هو حكيم الحروب؟ هيا. من القادم؟ إنها امرأة. شيماء، ما جاء بك إلى هنا؟ إني لأكره أن يكون بيننا من يشفق على محمد. ما جئت إلا إشفاقا عليكم أهلي وعشيرتي. أما محمد فإن الذي نصره على اليهود والأحزاب وقريش لناصره عليكم. بجاد، سفهت يا بجاد. أتشر السيف في وجه امرأة؟ ومن تكون زوجتك؟ اذهبي عنا أو ارحلي إلى محمد. يا قوم يا قوم، لماذا تعادون محمدا ولما تحاربونه؟ إنه لم يتعرض لكم بسوء ولم يكره أحدا على اتباعه. يا قوم احذروا أن تحاربوا محمد فتصبح
عكرمة، لقد وكل إلي رسول الله أمر الأسرى، فاطمئنوا. إن مكانك يا شيماء بين المسلمين. بل مع زوجي ومع أهلي وعشيرتي، لعل الله يشرح صدورهم للإسلام. لك هذا يا شيماء. إن وفد هوازن يقابل الآن رسول الله، فتقدمي للقائه يا شيماء. انتظري يا شيماء، لقد أذن لك رسول الله بالمقابلة ولم يأذن له. أريد أن أكون شفيعة له عند النبي. إما أن تتركيه أو تحرمي من لقاء رسول الله. أسمعت يا بجد؟ ألم تقل إنك لا تريد أن تراه؟ إنه هو الذي لا يريد أن يراك. السلام عليك يا أخي، السلام عليك يا رسول الله. بسط النبي لها رداءه وأجلسها صلى الله عليه وسلم. يا نبي الرحمة، إن في الأسر عماتك وخالاتك، فاعف عنهم يا خاتم الأنبياء، يا أكرم خلق الله، يا أسمح خلق الله، يا أفضل خلق الله. يا قوم، إنها البشرى، لقد أطلق الرسول سراحكم جميعا. لم تشهد العرب يوما كهذا، يطلق 6000 أسير. صدق من سماه رؤوفا رحيما. بجد لقد عفى عنك رسول الله. ألا زلت على عنادك بعد أن عفى عنك؟ تخير الآن الطريق يا بجاد، إما أن تسلم أو فراق إلى الأبد. لك وحدك أقولها، لك وحدك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول